ثاني نبدأ من دلوقتي. يلا. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ حبينا نطلع معاكم فيديو جديد. تمام. الحلقة الثانية لينا معاكم. تمام. في اللي مش فاهمينه. لا احنا عمرنا ما بنفهم حاجة. بالظبط. احنا متفقين هنا. وهو احنا زي ما موضوع اتفقنا البرنامج احنا بتاعنا. قاعدين بنقول اي كلام. اي عسلامة. اي حد عنده أي حاجة. اي اقتراحات بجد والله عايز يفهمها لنا لان احنا مش فاهمينها، يعرفنا برضه. نبدأ ازاي برضه؟ احنا كده بنبدأ تمام، يعني احنا كده قعدتنا عادي مع بعضنا كده بالظبط. اصحاب. بنبدأ احمد الفيديو. ايوه. محمود. ايوه. واحمد ورا ده برضه هيجي ان شاء الله بس قدام شويه. ده عناد هنا. هو اسمه بيعرف يلعب كورة وبيفهم في الكورة. وبما انك قلت كوره، مبروك للمغرب وكل اخواتنا، ويعني كان فعلا انا عايزهم كمان هم ان شاء الله ممكن يقدروا يكسبوا بإذن فرنسا. الله. يعني كده كده فرنسا يعني طبعا فرنسا كبيره، بس انا بصراحه انا شايف ان هم يكسبوا فرنسا بإذن الله بصراحه. يعني ان شاء الله ان شاء الله، لان انا شايف يعني حكيمي وزياش عاملين جبهه قويه جدا. لا كل الفرقة، هي الفكرة كلها ان هم كفرقة مع بعض ومدرب وكده، واحنا اغلبنا كعرب. ايوه. والوطن العربي كله معاهم، فده مديهم دفعة اقوى للبطولة برضه. بالظبط. بس ونشوف بقى رب يكرمهم كده ويصعدوا من نص النهائي ويمكن يلعبوا النهائي. لا انا بصراحه انا حاسس ان هم هيعملوا حاجه بصراحه. ممكن. يعني بس احنا ان شاء الله تبقى خير. انت ايه رايك يا استاذ احمد؟ هو يا ريت يطلع معانا، يا ريت احنا هو بنتمنى يطلع معانا. هو هيطلع بس تيجي لوحدها الوقت اللي هو عايزه. انت ايه رايك في حوار المغرب تونس كسبت فرنسا عادي يعني. صح. استنى صح. ايوه ده صدق انا والله ما كنت فاكر. لا مش تونس بس، كمان المغرب كسبت، السعوديه كسبت. لا يعني المغرب كسبانه اسبانيا وكسبانه النهارده البرتغال، يعني المغرب ماشيه حلو. وهتلاعب انجلترا. لا طب هتلاعب فرنسا. بالظبط. مش عارف انت بتلعب مين، المنتخبين اقوى من بعض. ايوه. هيلعبوا مين؟ هيلعبوا فرنسا، والناحيه الثانيه عندك فيها الارجنتين وكرواتيا. ايوه بالظبط. واللي يكسب منين اللاعب الثاني نهائي. فانا اعتقد هو النهائي يعني بنسبه كبيره فرنسا والارجنتين. ده رايي، بس انا اعتقد ان شاء الله الامنيه هتبقى كرواتيا والمغرب عشان يبقى افضل شويه. عندي احساس لان كرواتيا بتلعب كوره احلى. يعني انا شايف ان كرواتيا بتلعب كوره بتفضل ماشيه كده وبيمشوا كوره على هادي. انا حاسس ان كرواتيا بيعملوا زي ما احنا كنا ماشيين مع كروش. يعني انا مش عارف هو بص انا كروش ما بحبوش. بس مش عارف انا ليه حاسس ان برضه بيقعد يدافع وبعد كده يعمل هجمه فيها باستين ومودريتش. يعني بس في النص عشان نبقى متفقين فيها في فرق بين يعني كبير خالص. ليه؟ لان كروش ما شاء الله عليه لا صعدنا افريقيا ولا خدنا افريقيا ولا صعدنا كاس عالم. ومع ذلك عامل احصائيه جميله. مش انا ما بحبوش الصراحه. بس هي كل المشكله هو حتى لو انت تحبه يعني. هو انا بديك المصري كان هي الفكره مش زي ما هي لا برضه مش زي يعني احنا عمرنا ما هنبقى زي الا في حاجات كتيره لو حصلت. يعني احنا بنتكلم بقى في الكلام الجد ده احنا حاجات كتير بقى قوي. انا بس اسال سؤال بس. هو استاذ احمد ما بيتكلمش معانا ليه؟ اتفضل. لا هو الراي احنا عايزين راي. انت راي مين؟ الراي بس ان تونس كسبت. تونس كسبت. صح كسبت. قلبين فرنسا. ايوه هو صعب يعني. ما بالظبط. طب انت تتوقع مين يا استاذ؟ تتوقع مين في النهائي؟ صح فرنسا وكرواتيا. الاخ عربي زياده. فرنسا وكرواتيا. توقع يعني. لا هو بيتكلم كارقام. لا ما هو كواقعيه كرواتيا ما بتلعبش كوره قوي زي الارجنتين. يعني كرواتيا طلع البرازيل. ما هي طلعت البرازيل ليه؟ علشان اوريدي اصلا البرازيل ما كانتش واخده الماتش بالقوه الكافيه، وكانت بتستهين بكرواتيا كلاعب. لا ليه؟ تاني حاجه تغييرات مدرب. ضربات الجزاء. تاني حاجه بتاع ليه بتشوفها كده؟ كرواتيا بتعرف تاخد اللي هي عايزاه. طب ما السنه اللي كاس العالم اللي فات برضه فضلت توصل نهائي ب 120 في 120. كرواتيا مشيتها كده. هي ماشيه بالطريقه بالظبط. ماشيه ليها طريقه نظام وكل شيء. بس الارجنتين اقوى من البرازيل في الوقت الحالي. تحس ان هم عندهم دوافع اكتر. احنا رجعنا الارجنتين تاني بس. تمام. انا برضو بوضح النقطه في كرواتيا ان هي لما تيجي تلعب الارجنتين عكس البرازيل المره اللي فاتت. لان احنا دلوقتي بنتكلم عن منتخب عنده دوافع اكتر ووراه جمهور اكتر من البرازيل. لان هم عاملين اعلى احصائيات في البطوله كعدد جمهور يعدي 80,000 متفرج. دوله كلها جوه دوله. ده هم الجماهير بتاعتهم بتيجي وتروق على حالهم. بيحبوا الكوره. احنا مالنا بالكلام زينا كده. احنا كده النهارده اتكلمنا عن الكوره بما فيه الكفايه. احنا كده احنا كتير هنتكلم جد ليه؟ لان احنا مش فاهمين حاجه. انا بتكلم كده. احنا ولا حد فاهم اي حاجه. بيقول لك الكهرباء الغرامه بتاعته بتدفع تقريبا. ما هو ده برضه من الحاجات اللي مش مفهومه. ليه بقى؟ ودفعت الممدوح عباس. انا مش فاهم حاجه. لا ما هوضح لك نقطه. يعني احنا دلوقتي ومين اللي دفع؟ مين ممدوح عباس؟ ايه اللي دخل ممدوح عباس في الموضوع؟ وايه اللي دخل كهرباء اصلا في الموضوع؟
وايه اللي دخل النادي لا الاهلي؟ ما هو كهربا هو هتلاقي حاجات غريبه بتحصل. يعني اصلا دلوقتي لا كهربا تمام بيقول لك ان انا ده قضيه تزوير. الجهه الثانيه بيقول لك لا ده انا كهربا مشي من عندي بدون اذن. وفي اساسا فرقه اجنبيه اللي هي البرتغاليه تمام اسمها ايه؟ ريو افي تمام ريو افي ماشي. البرتغالي. متابع شويه كهربا. لا انا اكيد عارف الفرقه يعني. ما شاء الله كهربا راح ما قدرش غير سنه واحده او اقل من كده ومشي على يا عم طول. هو لعب، هم لعب 3 ماتشات شفناه على الدكه. المهم يعني عمل اسيست. لا بس كهربا كان نجم كوره كبير جدا. لا كهربا حلو. اه. مش هتتفق. هو في ناس ما بتحبوش مصالح حلو، مصالح جمعه حلو. بس بس هم اللي عملوا في نفسهم كده. مش راجل. ما احنا هنا بقى بنقول ايه مش اقوى المشكله. حاجه، هو مش راجل في الملعب يعني، هو عارف انه عنده موهبه مش عارف يعمل بيها حاجه الصراحه. دلوقتي زي احنا الراجل اللي بنتكلم ورا ده اسمه هنا اللي برضه بيلعب حلو. ده راجل مخرج. بس هو كان في الملعب، هو لعيب حلو. لا، بس احنا برضه مش بنتكلم. مهتم بنفسه. غير كده يعني احنا لما بنتكلم هنا عشان القناة وزني بتاعتنا زايد حبتين. مثلا. لا بس على فكره ودي ترجعنا لحاجه حلوه، ان احنا كنا قبل الماتشات كنا بنعمل اعدادات حلوه للماتشات اللي احنا بنروح نلعب. يعني مثلا كنا نروح نجيب سندوتشات شاورما. انا بس انا انا كنا بنجيب ايه؟ بجيب كبده. كنا أنا بنجيب بحب حواوشي. الكبدة. وطبعا كنا بنروح نرجع في الملعب، أنا فدي بحب حاجه حلوه بنقولها لاي حد عايز يلعب كوره يعني. لا وفي حاجه ما تعملهاش خالص قبل الماتش. بالنسبه للمدخنين برضه كان عندنا مثلا الحارس بتاعنا كان بيشرب سيجارتين عامل زي ثلاثه الواد بتاع قبل البيت. فيلم مرجان احمد مرجان. كان بيشرب وهو اسمه بيلعب. ايوه الواد بتاع هريدي. هريدي كان بيشرب ده. لا بس هو كان جامد يعني ما شاء الله كان بيعمل الاحماءات بتاعته سيجارتين قبل الماتش. لا تمام وبيطلع بس كان بياخد بتاعه نفس جوه الماتش. نفس التدخين مش نفس كوره. وعشان كده ربنا كرمه دلوقتي وقاعد في ما البيت. شاء الله عليه. ربنا كرمه الحمد لله. لا هو كان حارس مرمى عالمي. طب بقول لكم معلش انا في موضوع مهم يعني، هي ياسمين عز اللي هي المذيعه بتاعت BBC مصر. ايه اللي بيحصل؟ هي بتتكلم بصراحه بس يعني اتفرجت على حاجه النهارده والله اتفرجت عليها فعلا. ايوه هي موضوع مهم بصراحه تهم الجمهور. ياسمين عز لا والله كانت بتسال الراجل اللي أيوة. هو مش عارف مخرج كان أيوة. مراته تقريبا بتمثل مش عارف ايه. ايا وقالت له انت ترضى ان هيحصل فيه مشاهد بقى جريئه وبتاع، فقال لها عادي. أيوة. الكلام ده عادي فعلا. ما احنا هنا بنتكلم بقى عن بعد الدين بقى وحاجات كتيره بقى في المجتمع دون الموضوع بس فيها يعني. الموضوع بس موضوع جميل طبعا. ياسمين عز طبعا طالما اتكلمت في الموضوع فلا الموضوع يهمنا طبعا. لا انا شايفها ان زي بالظبط عامل زي ما كنا بنتكلم برضه في الحلقه اللي فاتت عن موضوع مين حسام حبيب شيرين عمرو اديب. انت بقى هنا ما اتكلمتش عنهم. احنا كنا ابتدينا فيه قلنا هنتكلم في الحلقه دي الصراحه. يعني احنا طبعا سؤال واحد بس خلينا متفقين، هو الحوار كله اساسا يعني ايه دلوقتي؟ احنا اتخاصمنا وافترقنا خلاص كده. ايوه اللي دي دبينا في بعض وغلطنا في بعض وطلعنا كل حاجه غلط وغلينا على بعض. ايه اللي رجعنا بقى يعني؟ معلش عمرو اديب دي كده اقساط ولا ايه الدنيا؟ احنا من هنا بنقدم تحيه زي بالظبط اللي قالها سياده المستشار الاستاذ الكبير الفاضل الاستاذ مرتضى منصور. قال جمله كبيره جدا عن عمرو اديب يولعوا كلهم بجد يعني بجد قبل ما قالها كلنا. لا احنا مالناش مرتضى منصور يعرف احنا لا بس دي نقطه هنا يعني احنا كمجتمع طبعا بعيدا عن مشاكلنا اللي احنا فيها بعيدا عن التزايد اللي حصل في سعر الدولار، لكن فعلا الموضوع يهمنا كبير جدا 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 ان احنا لازم نوصل للحل ان هم ازاي يتخاصموا وازاي يتصالحوا. ما بالظبط يعني احنا ما عندناش مشاكل اقوى من بالظبط. حبيب رجع انا عارف. بص انا عارف اجابه بس مش عارف بقى دي المؤكده ولا لا. عارف اجابه؟ اجابه ايه؟ انت ليه بتبص هنا؟ المهم يعني دلوقتي انا عارف اجابه حلوه جدا بتقول ايه؟ ان شيرين اتاكدت من حب حسام حبيب. انت بتشاور على شيرين على ده لشيرين تمام؟ لا مش المخرج يعني لا بجد والله شيرين من فانزاتكم يا اسطى. شيرين تشرفنا. شيرين بتستنى عايزين نكرر حد فينا. استنى الفيديو ينزل بفارغ الصبر. لا احنا بنتكلم كترول طبعا. انا بحب حسام حبيب وشيرين، مفيش حد ما بيحبش حد، بس انا بنتكلم بنهزر احنا. لا بجد والله بعيدا عن مشاكلنا اللي احنا فيها دي، لا بجد الموضوع يهمنا جدا. يا لهوي حسام حبيب كان هيرد لوحده وشيرين لوحدها. لا بجد لا المهم يعني طب كان علاجهم ايه؟ انا اللي شايفه ان شيرين رجعت لحسام بعد لما يعني اكيد جاب لها. طب ليه حسيت ان حسام ده صاحبه؟ لا بجد اصل هي كانت هتدخل في مشكله عويصه. تمام. مشكله كبيره جدا. فلقيت ان في حد جنبها ساندها. فطبعا انت عارف ان في عز الشده ايه
بيبقى شديد وفي الشده قوي حاجه كده يعني. طبعا ده حاجه غريبه كده. فده بجد. بس انا انت دخلتنا في موضوع تاني، موضوع الدولار. انت ايه رايك في موضوع الدولار؟ ده جميل. انا شفت هو الدولار، انت عارف الدولار وصل كام دلوقتي؟ وعارف السوق السوداء بعد كام؟ لا شفته. انا فاكر انا وصل اليوم. انت لذيذ. طب الدولار كان الراجل المختفي ده، انت ايه رايك الدولار يا اسطى؟ ايه الاخبار؟ مأثر فينا ما كلنا. بنتكلمش في السياسه يا اسطى. لا احنا بنتكلم في سعر الدولار، احنا مالنا. لا هو في نقطه يعني احنا لما نتكلم الدولار هينزل. الدولار ماليش دعوه بالسياسه. الدولار دلوقتي هو اللي بيوحد الشعوب مع بعضها على كلمه واحده. ليه هو ملعون ارسل ابوك كده؟ يا ايه؟ كلمه من 3 حروف. ملعون ابوك يا زهر حجمت في عودنا للاوباش. فهو الدولار لا للاوباش دي في الزنزانه، احنا لا للاندال. هو عموما الدولار حوالينا كل حاجه. الدولار حوالينا كل حاجه. خلانا دلوقتي ما شاء الله بناكل في بعض. الاخوات لا على فكره مفيش الكلام ده. لا انا شفت 2 اخواتي امبارح كانوا قاعدين معايا على القهوه عادي على فكره، ما عملوش اي حاجه وحاسبوا ومشيوا. وانا انت كذاب على فكره. اخويا راح اسكندريه وانا خدت اوضه اهو فاضي بقى ما الدولار دي بقى. اول ما راح تاخد البطانيه بتاعتي لقيت الجو ساعه زياده بالليل. هو الدولار الاسكندراني بيعمل كده. ايوه بالظبط، اللي هو عند فلاح. عند كبده الفلاح. عنده هناك شويه دولارات خطيره. شويه دولارات كده بالسلامه. والله لا حاجه. هنطلع على اسكندريه دلوقتي. يلا. احنا على فكره متفقين كاصحاب ان احنا احتمال نطلع، فممكن نبقى واحنا هناك نصور حلقه هناك. يعني احنا في اسكندريه هنعملها على البحر ان شاء الله. نعملها على البحر. لا هنعمل فيديو على البحر عشان بس احنا فاهم الكلام ده بيتعمل جوه البحر. عشان نكون متفقين. يا عم لا يا عم انت بتفهمهم غلط. لا انا بتكلم ان احنا هنعمل فيديو على البحر. طبعا انت عارف الناس طبعا ايه النيه دلوقتي في السليم، فممكن يفهمونا صح. لا يعني يفهمونا ما عندناش مشكله. تمام. لا بس انا عندي برضو سؤال مهم جدا. اتفضل. امتى يعني يظهر معانا الوجه الكريم اللي هو المخرج بتاعنا؟ هو راجل عاجبه الاخراج، يعني احنا ليه ندخله بقى ونتعبه وبتاع؟ هو راجل مبسوط بالاخراج. فممكن يطلع معانا في حلقه من الحلقات، بس الموضوع يبقى من خلاله يعني. هو يبقى حدث الموضوع هيدخل معانا. تمام. بس احنا كده اتكلمنا يعتبر في ما احنا احنا برضه كل الحاجات دي احنا مش فاهمينها يا جماعه. بس وبرضه عليكم الحاجات اللي مش فاهمينها. احنا مش هنحب ان احنا نزود في مده الفيديو زي المره اللي فاتت. لا بالظبط، عشان انتوا زهقتوا مننا المره اللي فاتت، فخلينا خفيف كده خفيف. وبعد كده الحلقات ممكن تبقى توصل لساعات و3 عادي يعني، بحيث برضه ما يزهقوش. هنبقى احنا زهقنا. لا عادي. احنا مش مهم، المهم يعني الناس تنبسط معانا يا اسطى. ده والحلقات تبقى حلوه. دي حقيقه صح؟ دي حقيقه. طيب في مواضيع تانية حابين ان احنا نتكلم فيها؟ والله مش عارف. من رايي يا استاذ احمد، طيب انت ايه دنيتك؟ شاركنا. هو عايز ينام. بصوا يا جماعه، احمد عايز ينام النهارده. اتكلموا عن النوم. فوائد النوم. طب والله ده حاجه حلوه. فوائد النوم اقسم بالله والله العظيم ده موضوع مهم جدا. بصوا يا جماعه، احنا كل واحد فينا ليه شغله اساسا. حلو. ما عدا هيبقى ليا ان شاء الله. يا جماعه بعد ليه شغل ايه؟ الكلام طلع يشحت. لا بجد والله. اصل الدولار عامل حواجني جامد. لا بجد هنتكلم. مالك بالدولار؟ انت بتقبض بالدولار ولا بالمصري؟ المهم بجد هنتكلم في حاجه. فاضل جنيه. فوائد النوم. نبدا بيك. ماشي. فوائد النوم بالنسبه لي اللي هو مش بيحصل. ما انا ما بنامش. ما بالظبط. فماليش فوائد. بالنسبه لي فوائد الكمبيوتر اسهل. الكمبيوتر هي جامده جدا. بس يعني انا في حاجه معلش عشان قبل النوم والكلام ده، فانا في حاجه عايز اقولها على احمد رأفت. الفيديوهات اللي هو بيعملها بتاعي انا بحبها. بالظبط. ده بجد. ايوه ده احنا لدرجه ان احنا في حد تاني برضه بينزل بيتكلم مع الناس في الشارع وبيقعد. امير مظهر. بالظبط. يعني في حاجه عامل كذا حاجه كده عجباني قوي. ايوه شفت له حلقات كتيره. الاكشن بتاع الناس. يعني انا لما بقول الكلام ده بيقول ده اي حد يقدر يساعد حد في منطقته بقى، نازل يركب مواصلات ومش عارف ايه. بص، وبلاش الناس اللي هم بيجوا انت عارف ان هم بيشحتوا عشان خاطر باسم ربنا، هم اصلا مش هم بيجمعوا فلوس. لا دول سيبك منهم. في ناس فعلا بتبقى محتاجه، دول بيقفلوا عنها. انا بيعجبني احمد رأفت لان هو فعلا بيتكلم حاجه مهمه. هو واحد تاني كده كنت شايفه اسمه ايه على الفيس، مشهور والله، وكان عامل حتى برنامج على المحور، مش عارف اسمه ايه. ما هو لا انا فعلا ده مشهور قوي. وجاب عربيه، مش عارف واحد قال لك حلمي ان انا يبقى معايا عربيه كبده، ولا جاب له عربيه الكبده على عربيته ومنزلها له. فعلا اللي يقدر يساعد الميزه عند احمد رأفت اللي احنا فيه ده فعلا يساعد. الميزه عند احمد رأفت اللي بيتميزها عن حد تاني
ان هو بصراحه بيعمل حاجه حلوه جدا. هو بينزل مش متحدد المكان اللي هو رايحه ما هم كلهم ولا كده، متحدد، كلهم لكن بيعملوا كده. في اماكن في ناس ممكن تبقى رايحه لحد بيكلمه برضه، دول ربنا يكرمهم برضه ان هو دي بيفتح حقيقة، دي حسنات. حقيقة بصراحة. أنا بتكلم في كده، إن لو أي حد شاف حد محتاج إنه يساعده فعلا يعمل. أنا ده رأيي حتى أنا بصراحة. متابعين حلقاته كلها دلوقتي اهو. بالظبط. كنا قبل ما نطلع الفيديو فدي كنا حاجة في حلوة حلقه برضه، إن منها. شاء الله يبقى قدام هيبقى في حاجات تانية ومواضيع تانية نقدر باذن الله. نتكلم فيها. لا احنا لغايه برضه عشان ننهي موضوع النوم، احنا ما اتكلمناش عن النوم. أنا قلت أنا ما بنامش. أحمد عايز ينام دلوقتي، فهو ممكن أكتر واحد يكلمنا دلوقتي. هو لا بيعمل النقطه ديت بس هو بيعملها فعلا لأن هو بينام يعني. بص أفكار كده، تانية. هو دلوقتي هو كده نايم. ولما يصحى يكلمكم عفوا انه هو صحي يا جماعة عشان يتكلم معاك والله. طب لا انا بجد والله عندي حته حلوه قوي في النوم بقى، اتفضل يا باشا. حسيتها ماشي اتفضل. اتاكدت منها لمستني يعني. نجيب سيبك. لا بجد والله يعني النوم احلى حاجه فيه ايه؟ اقول لك بجد ان انت ما هي مش شبكتك انجز. لا بجد والله النوم احلى حاجه فيه ان انت بتبقى نايم. والله طب احنا اسفين يا جماعه ان احنا سمعنا بجد. لا بجد يعني لا ويعني بجد لا بجد ما هو تقول حاجه بجد الناس ايه تستفاد ايه ان انت نايم. بقول لك ايه فايده دي افيد هم أكتر استفادوا حاجة. ايه ان انت نايم. لا بجد والله ماشي. النوم ايه فايده النوم؟ ان انت تنام عن كل حاجه. انا بالنسبه لي فايده النوم الاغنيه بتاعت يا بخت النوم. لا انت احنا بتاعت يا جرين. بختنا يا بختنا احنا بالنوم، يا بختنا لان طبعا حاجات كتيره انت بترتاح منها ما بتفكرش في اي حاجه، بالظبط. بتصحى بقى على هم جديد. فلا انا بقى عندي نقطه حلوه قوي، بدل ما اصحى على هم جديد انام تاني، يعني بدل ما انام يوم بالنسبه انام اللي يومين. اللي عنده شغل بقى دنيته ايه بقى؟ ما ده هم، فانا ابعد عن الهم وارتاح. طب هو اللي هياكلني من النوم بقى ايه الهم؟ ما ده هم. دنيته ايه؟ لان لما هيجي فلوس هيبقى همك ان انت تصرفها ازاي. كمان انت لما بتنام بدري بتاكل رز مع الملائكه. بالظبط انا بقى بحب بس يعني هي- حلو. وساعات لو انت بتصحى زودت ما بتلاقيش السلطه اللي بتحطها على الرز، فبتضطر انت بقى تشوف حد عنده سلطه. انت كده هتقدر. لا انت لو كملت نوم بزياده ممكن يبقى هينزل رز لك بلبن. سلطه مع الاكل. لا بجد ممكن لو نمت زياده يبقى رز بلبن. الله، انت اكلت الله. رز معمر او رز الله، عادي الله. وبعد كده حليت فاهم؟ ده انت لو كده بقى بنتكلم ان انت نمت 24 ساعه. حلو. انا جميل. بص موضوع النوم ده لو اتكلمنا فيه تاني لا. لا بجد والله انا عن نفسي لسه صاحي من شويه. ما شاء الله. تمام. فلا يعني عندنا افاده كتيره للنوم ده ان احنا بنتكلم بس فيها. احنا ما قلناش افاده واحده. انا كل الكلام ده اللي كان في رز مع الملائكه انت كده جعان. بصراحة. ممكن تاكل وتنام. ايه المشكله بصراحه يعني؟ يعني انا متفق في النقطه ديت. انا قبل ما اطلع جعانين؟ كنت حد عايز- جعان؟ انا عن نفسي عايز اكل. طب ما حلو. طب ما احنا نشوف اي حد جعان ويبعت لنا. هنشوف. لا وهنشوف قبل نهايه الفيديو برضو ايه نحب ان احنا نوضح للناس ان الموضوع بتاعنا ان احنا ما بنفهمش في اي حاجه. خلاص هم اتاكدوا اساسا بالفيديوهين دول اساسا. خلاص انا متاكد ان هم عارفينه وحافظين الكلام ده دلوقتي. تمام. يعني هنتمنى دعمهم لينا. اكيد. تمام. بحيث ان احنا نبدا نطلع بحلقات تانية جديد اكيد باذن الله. باستمرار ليهم. كده كده اساسا خلاص كاس العالم بيخلص، فيبقى في بقى ايه بدايه سنه بقى، في بقى النيو يير بقى باللي بيحصل لا فيها. والكره الجميله بتاعتنا الممتعه. احنا يا جماعه احنا الايجيبشن ليج بجد. المتعه في الكواليتي بتاع الصور. اقول لك على حاجه، الكواليتي بتاع الفيديوهات بتاعنا اعلى من الكواليتي بتاع الماتشات. ايه رايك؟ لا هم بيصوروا الموبايل بكاميرا 6600. انا شفت الكلام ده. لا ان 73. لا ان ده كده حديث. الدوري بتاعنا بيتصور بقى حاسبه اصلا. ايوه فاهم. يحسبوا على الاقل يحسبوا النتيجه مثلا هم قاعدين. لا وخلي بالك انت بتشوف الفار بيبقى مكتب وناس قاعده. احنا عندنا الفار بيبقى تلفزيون 30 بوصه واثنين قاعدين عليه يعني. هما الناس بيشربوا معسل. انا عن نفسي بقى هنا هيحصل اول فايده اللي انا اتكلمت فيها من شويه ان انا انام. بقول لك ايه انت ما ينفعش انت تروح تنام وكده. لا بجد والله احنا كده يعتبر اتكلمنا في كل المواضيع اللي احنا حابينها. تمام. خلينا بقى في الحلقات الجايه ان شاء الله نتكلم بقى في حاجه بقى مهمه زي اللي احنا اتكلمناكم فيها اللي هي احنا مش مهمه اساسا. اللي هو الحاجات اللي احنا مش فاهمينها باذن الله. يلا نشوفكم على خير. صباح الفل.